السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذنك يا رب هنعمله مع بعض البقسماط بطريقه سهله ومكونات موجوده في كل بيت. بس قبل ما نبدا نسمي ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معايا ايه هنا؟ انا هنا حطيت كوبايه ميه دافيه، حطيت عليها معلقتين سكر، حطيت عليهم معلقه صغيره ملح، حطيت نص كوبايه زيت، حطيت كيس خميره من اللي انتوا شفتوه ده 10 جرام. تمام، خلطتهم مع بعض ودوبت السكر والخميره والمكونات بتاعتي مع بعض. نزلت عليهم بنص كيلو دي زي ما انتوا شايفين، نص كيلو دي عادي سايب من عند السوبر ماركت. تمام، قلبتهم مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. هنبداوا بقى نعجنوا مع بعض يعني عجن كويس. تمام، بصوا عجيني بقى، هاتي من فوق وتحت كده وعجيني لغايه لما العجينه بتاعتك تنعم وتبقى طريه وجميله. تمام يا حبايبي. طب حطيتي قد ايه ميه؟ يعني النص كيلو ده خد حوالي ربع، يعني 250 مللي من الميه. تمام، اللي هي الميه الدافيه. تمام، هنتن بقى نعجن فيها لغايه لما العجينه بتاعتي تنعم في ايدي وتبقى جميله كده، عجينه طريه وناعمه وجميله. تمام، لو انت عندك عجانه هتعجني فيها مش هتاخد معاكي 10 دقايق قعده. لو هتعجني زي كده مع عجنت على ايدي هتاخد حوالي ربع ساعه. تمام، لغايه لما عجينتك كده تنعم وتبقى طريه وجميله زي ما انتوا شايفين كده. تمام يا حبايبي. سرحانين يعني اللي سرحانه انت وهي انزلوا حطوا لي اللايك واشتركوا لي لو انت لسه جديده في القناه. هنا بقى بصي، بسم الله ما شاء الله، قعدت بص اعجن فيها زي ما انتوا شايفين كده. هتجيبي من فوق وتحت كده لغايه لما العجينه تنعم وتبقى جميله. تمام، بصي انا بنجيبها من فوق لتحت كده. اهو بصوا العجينه بقى بسم الله ما شاء الله جميله جدا، طريه وناعمه. بصوا ما شاء الله العجينه جميله واتعجنت عجنه كويسه. بصوا صوابعي كده بتنغص فيها وجميله. تمام، هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هسيبها تخمر. ونشوف بقى معانا ايه. انا هنا معايا حوالي كوبايه الا ربع سمسم. هحط عليها حوالي معلقتين 3 ميه. هعجن كده السمسم في الميه علشان خاطر البقسماط بتاعي السمسم يلزق عليه. تمام، لو انت مش حابه تعملي الحركه دي وحابه تدهني البقسماط بتاعك بصفار بيض ترجعي تحطي سمسم براحتك. اما انا مش عايزه ادهن البقسماط بتاعي بالبيض ده. تمام، هنا بقى بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. العجينه بتاعتي هنا كانت خمرت وجميله، وبصوا العجينه طريه وجميله ازاي، تحفه بجد. كانت العجينه ممتازه ممتازه ممتازه. هنبداوا بقى نشكله مع بعض البقسماط بطريقتين ان شاء الله اسهل من بعض، والطريقه اللي انت هتريحك شكلي بيها زي ما انت عايزه. هنبدا بقى اللي انا اقطع بصوا بالطول كده البقسماط بتاعي كده، وهاخد الحجم اللي انا عايزاه وابرمه عادي. بصوا هتبرميه على حسب الطول اللي انت عايزاه. متنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تبداي بقى تاخدي البقسماط بتاعك وتحطوه في السمسم كده زي ما انتوا شايفين كده. حركه السمسم في الميه دي بتخلي البقسماط بتاعك يلزق على البقسماط، ما يقعش منه. البقسماط يلزق في السمسم كده، السمسم ما يقعش من على البقسماط. هنبدا بقى معايا صينيه هندهنها حته سمنه كده من في قعر الصينيه عشان خاطر البقسماط بتاعي ما يلزقش. بصوا هندهن بقى الصينيه بتاعتي كده، واحنا بنرص البقسماط هنحاول ان احنا ما نخليهمش جنب بعض، هنخلي ما بينهم وبين بعض مسافه. هنبدا بقى نرص البقسماط زي ما انتوا شايفين كده على حسب الطول اللي انت بتحبيه. عايزاه البقسماط بتاعك طويل قصير زي ما انت عايزه. برضو هنا برضو هبرمها زي ما انا وريتكم في الاول مره الطريقه اللي انت تعجبك اشتغلي بيها. بصوا على حسب الطول اللي انت عايزاه في البقسماطه بتاعتك. هتثبتي بقى السمسم. بصي بقى دي الطريقه التانية، ان انت هتاخدي حته عجينه كده وتبططيها وتبرميها وتقفليها كويس جدا جدا جدا. وهنا بصي هتبداي بقى تثبتي السمسم على البقسماط، وهتحطي الحته اللي انت قفلتي فيها البقسماط هي اللي هتبقى تحت في ارضيه الصينيه، علشان خاطر لو البقسماط بتاعك لا قدر الله فتح ما يبقى شكله وحش. بصوا على حسب بقى، انا قلت لكم عايزينه طويل زي ما انتوا عايزين. بصوا هتقفلوا كويس جدا البقسماطه زي ما انتوا شايفين كده، عشان خاطر البقسماط بتاعك ما يفتحش منك وهو في الفرن بيستوي. بصوا العجينه ما شاء الله كانت ملبن، كانت طريه وجميله جدا، بتتشكل مني بسهوله. بصوا زي ما انتوا شايفين العجينه ما شاء الله بتجري في تحت ايديا كده. كان طعمه جميل يعني كان يعني حكايه حكايه حكايه. بصوا
زي ما انتوا شايفين كده. هو عايز يتعمل بعد ما تسويه قعديه فتره حلوه كده ايه يتهوى كده وينشف ويبقى تحفه. احلى والله فعلا، طعمه كان تحفه واحلى كتير 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 من بتاع اللي هو الفراخ. كفايه ان انت ضامنه نظافته، وكفايه ان انت اللي عاملاه بايدك، وبنص كيلو طلع لك كميه كبيره، يعني كميه جميله بجد، كان تحفه. بصوا بقى ما شاء الله، بصوا بكلوة ايديا كده تبرمي بيها. بصوا تاجي واخده البقسماطايه وتحطي فيها السمسم وترصيها، تسيبيها بقى بعد ما تشكليها تسيبيه يخمر حوالي نص ساعه كده، وتدخلي بقى على فرن هادي. البقسماط بيحب النار الهاديه جدا جدا جدا، زي نار الكحك والبسكوت والبيتيفور، عشان يتلدن ويقرمش ويبقى جميل. تمام يا حبايبي. بصوا انا بعدها عن بعض علشان خاطر يتلدن كده، ما يبقاش طري كده ولازق في بعضه. تمام. الطريقه دي جميله جدا في البقسماط، بصي سهله جدا ما فيهاش صعوبه. بتبططيها زي ما انت شايفه كده، ترجعي بصي تبرميها كده وتقفلي عليها. بصوا اقفلي كويس جدا عشان البقسماط ما يفتحش منك في الفرن. بس هترجعي بقى تبرميها كده، متخافيش، هو لما هيخمر هيرجع تاني ايه ينفخ ويبقى جميل. بصوا بكلوة ايدي كده وتبرمي او ايه تفتلي البقسماطه بتاعتك. بجد لو انت لسه اول مره هتعملي البقسماط هيطلع منك نتيجته جميله جدا. بس انا هنا بقى ايه حبيت نعمل حبه يعني صغننين كده وحبه كبار، بس على حسب ما انت عايزاه. هنا بقى ايه قلت اعمل معاكم ايه شويه كحك من اللي هو ايه الكحك بتاع البقسماط ده اللي احنا بنحبوه. بصوا يا دوبك بتبططي حته كده من على حرف البقسماطه عشان تبقى تقفلي بقى ايه الكحكايه بتاعتك. بصي بتبططي الحته كده وتيجي بصي واخده الجنب ده قافله من فوق وتحت كده، بتقفلي كويس كويس عشان الكحكه بتاعتك ما تفتحش منك في الفرن. وبالسمسم زي ما عملنا في البقسماط في الاول. بصوا طريقته سهله وجميله والله العظيم. النص كيلو ده ما خد في ايدي يعني تشكيل 10 دقايق والله، كان ما شاء الله ما شاء الله بيتعمل ثانيه كده وانتي واقفه. ما شاء الله والله، يعني انت لو بتعملي كوبايه شاي هتاخد وقت عنها. ما خدش في ايدي في والله ما خدش في ايدي وقت خالص. بصوا وكنت مخلصه 3 صواني دول كانوا ما شاء الله عليه. هنا بقى حسبتهم يخمروا حوالي نص ساعه. بعد كده بقى كنت مسخنه الفرن على نار هاديه زي ما انتوا شايفين، يعني كمان لو اقل من كده كمان يبقى احسن له. تمام. سخنت الفرن حوالي 10 دقايق ودخلت بقى في الفرن على نار هاديه. كل 10 دقايق كده يعني كل 5 دقايق اطلع اقلب الصينيه. بصوا عشان بسم الله ما شاء الله واخد معايا لون موحد من فوق ومن تحت، واخد نفس اللون طالع جميل جدا. بصوا الكحك بتاعي ما فتحش ازاي مني جميل. بصوا والله بجد كان طعمه حكايه حكايه حكايه. بصوا ولا دهنا بيض ولا صفار بيض ولا لبن ولا اي حاجه، وطالع واخد لون جميل. بصوا القعر بتاعه واخد درجه جميله ازاي، متحمص وجميل، ووشه واخد درجه جميله. بصوا بسم الله ما شاء الله. وكان كمان لسه طالع من الفرن، يعني كمان لو كان قعد اكتر من كده كان هيقرمش اكتر من كده، ده كان لسه طالع كمان من الفرن. بصوا ما شاء الله البقسماط معايا مفرغ ازاي وجميل مش مكتوم. بصوا كميه الهواء اللي داخله فيه من جوه. بصوا ما شاء الله مفرغ وجميل ازاي. بصوا بيتقطم مش معضم ولا حاجه. والبقسماطيه في نفس الوقت ناعمه وجميله وهشه. بصوا بجد يا بنات يعني جربوه مش هتندموا والله العظيم، بجد احلى كتير من بتاع المحلات. هنا بقى سخنت كوبايه لبن كده عشان اوريه لكم. يعني هنا كان يا دوبك بقاله تلت ساعه ولا حاجه طالع من الفرن. بصوا ما شاء الله بيتقطم بسهوله، مهوي وهش وجميل جدا جدا جدا، ما هوش مكتوم ولا اي حاجه. بصوا قلبه مفرغ وجميل ازاي. ما شاء الله الطريقه ناجحه وجميله جدا جدا جدا، والسمسم ما وقعش من عليه. بصوا تحفه يا بنات، كان طعمه حكايه حكايه حكايه. يعني لو مش هيقعد والله بجد، هتعمليه كده هتاكليه بجبنه، هتاكليه بشاي، يعني تغمسيه بشاي بلبن، تغمسيه في لبن زي انا ما غمست كده. بجد جميل جدا للفطار، جميل جدا يعني للعشاء، تحفه يا بنات.
لو عجبكم بقى الفيديو بتاعي ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. ولو عايزين اي حاجة اطلبوها مني في التعليقات وانا من عينيا الاتنين اعملها لكم. ومع السلامة يا اغلى اخوات.